لكل افريقيا، لكل افريقيا ارفعي ايدك. الاهلي هو سيدك. لكل حد، لاي حد، لايا كان هو مين، لكل حاقد للنادي الاهلي ارفع ايدك. الاهلي هو سيدك. لكل المدلسين، لكل الاعلاميين الزملكاويه، لكل اللي كان، اللي بيهاجم النادي الاهلي، اللي مش عاجبه النادي الاهلي، اللي بيهاجم اللعيبه، اللي بينتقد اللعيبه على الفاضي وعلى المليان بسبب او من غير سبب، كله ارفع ايدك. الاهلي هو سيدك. سيبك من الشوط الاولاني. هو الشوط الاولاني شوط عقيم، بس شوف، بالرغم ان مفيش اجنحه، بالرغم ان كل الناس مصابه، بالرغم ان مفيش، بالرغم ان كولر بيفتي. شوف الشوط التاني بيعمل ايه. يعني شوف الواد امام بيعمل ايه. يعني انت الواد ده جبل، الواد ده يعني كل اللي حصل فيه الماتش اللي فات ومن قبل الماتش اللي فات والضغوطات والاحتفال لما مفيش حد سابه في حاله وينزل ويجيب هاتريك. يعني الواد ده المفروض يتعمل له ايه؟ يعني أنا مش فاهم برضه. يعني سيبك من الشوط الاولاني، هو ما كانش موجود، ما كانش حد موجود خالص. ثلاث ثلاث كور اللي كانوا موجودين في الشوط الاولاني: كوبري حسين الشحات. انت هتيجي امتى يا حسين؟ حسين انت هتيجي امتى؟ كوبري حسين الشحات، عمرو السولية السرور اللي عمله لامام اللي استلمها وشاطها، ومروان عطيه السرور اللي كان عمله الواد وسام اللي جري وخطأ وقطعها زي محمد زيدان اللي كان في ماتش الكاميرون، واداها لابو تريكا، مش اداها الامام برضه وشاطها وضيعها. هو دول الثلاث كور اللي احنا عملناهم الشوط الاولاني: الكوبري بتاع حسين، الثرو بتاع عمرو السولية، الثرو بتاع مروان عطيه. هم دول الثلاث كور بتوع الشوط الاولاني. فين بقى كولر بقى؟ يعني انت الشوط الاولاني عارفين ان انت ما عندكش اجنحه، ما فيش الا حسين الشحات. طب ما انت امام جربته ماتشين او ثلاث ماتشات جربته جناح شمال. ليه ملعب؟ انا حاسس ان الملعب كان حادف يمين، كان يعني الشوط الاولاني ده كان، يعني هو الواد الحلو اللي بتاعهم كان بيلعب ناحيه الشمال، فاحنا حادفين عنده ليه كلنا؟ كله يعني الملعب كان حادف يمين ليه كله؟ يعني حسين وخالد عبد الفتاح وحتى امام كان مش فاهم. طب انت بتلعب الاثنين ناحيه اليمين ولا ايه؟ خايف من الواد ده؟ طيب طب وناحيه الشمال انت لغيتها خالص. عندك ناحيه الشمال ما لعبناش ولا كوره ناحيه الشمال الشوط الاولاني، وطلعت كريم الدبيس، ما راحتلوش كوره ولا جه عليه كوره، والجون كان من كوكا، ما طلعتش كوكا ليه؟ طب انت مين كنت بتعمل ايه؟ بتتفرج على مين؟ الحسنه الوحيده اللي انت عملتها ان انت بدات تغيير، ان انت حسيت ان في حاجه غلط فبدات الشوط الثاني على طول. دي الحسنه الوحيده اللي انت عملتها، ما بتشوفهاش خالص منك الا في الدقيقه 70 75 80. حتى بتعمل تغييرات في الدقيقه 90. كنت منزل مره طلع وسام ومنزل كهرباء في الدقيقه 90 في ماتش قبل كده. الحمد لله انك بدات تتغير في بدايه الشوط الثاني لما لقيت الدنيا بايظه معاك. فلكل افريقيا ارفع ايدك. الاهلي هو سيدك. امام عاشور انت ايه يا ابني ده؟ يعني والله العظيم، يعني كل اللي حصل فيه وجاي ينزل يجيب هاتريك في افريقيا. يعني المفروض يعمل ايه دلوقتي؟ والاحتفالات بتاعته هو عادي بقى. خلاص هنتكلم بقى، نشوف بقى مين النهارده هينزل يتكلم على الاحتفال ده. بيتقلد مين بقى؟ امام قاصد مين يا امام؟ لعبه الزمالك قاصد دونجا وهو بيرقص وهو بياخد الشوت. عشنا قد ايه بقى، قد ايه في الاغنيه اللي كان بيرقص عليها. بتقلد مين بقى في الرقصه دي؟ احنا هنسيب بقى كل ده وهنسيب، انا بقول لك اهو هيسيبوا كل ده وهيمسكوا بتاعت امام عاشور، بتاعت يلا هي، بتاعت مين بقى دي يا امام؟ فاحنا عايزين نشوف بقى كل الناس النهارده، كل اللي كان هنستناهم النهارده نتفرج عليهم واحد واحد، ما وراناش اي حاجه. هنشوف كانوا بيقولوا على امام ايه الماتش اللي فات وهيقولوا على الماتش ده. الراجل ما غلطش، ما عملش احتفال شاذ زي ما كانوا بيقولوا، ما عملش اي حاجه وجاب هاتريك. هنستنى كل واحد يشوف هيقول على ايه. برضه هيسيبوا الفنيات وهيسيبوا اللعب وهيتكلموا على اي حاجه. هيتكلموا مثلا ايه؟ كولر كان وحش. كولر كان وحش فعلا، دي حاجه معروفه يعني. فهم هيسيبوا. لا طب ما احنا هنتكلم على كولر ونسيب امام، ما هو كان حلو. لا هنسيبه، هنتكلم على كولر البدايه بتاعته كانت مش عارف ايه. هنتكلم في بقى مصيبه بقى. يعني ده الاهلي فيه فاز والحمد لله وبقينا الاول. يعني انت ده كان لازم نفوز. يعني ما كانش ينفع ان احنا نفوز الماتش ده. ليه؟ عشان احنا كنا لو خسرنا او اتعادلنا هنستنى الماتش الجاي بقى بتاع اورلاندو. يا رب اورلاندو يتعادل، شباب بلوزداد يتعادل، يا رب واحد يكسب واحد يخسر، يا رب مش عارف ايه. هنقعد بقى نقول يا رب يا رب عشان ايه؟ نشوف هنصعد ولا مش هنصعد وهنبقى تاني ولا اول. فاحنا كده ضمننا الماتش اللي جاي ان شاء الله. تعادلنا كسبنا او خسرنا نشوف ان شاء الله صاعدين كده كده. فدلوقتي هنسيب بقى كل ده وهنتكلم بقى على ايه بقى؟ انا مش فاهم برضه. مش هيلاقوا حاجه يتكلموا فيها. امام ما ادهمش فرصه النهارده. ففي حاجات مهمه لازم تتكلم فيها يا جاهل. يعني المفروض دلوقتي لو حسين كان طلع، يعني حسين طلع دلوقتي ونزل مكان عمر الساعي، انا كنت عمال اقول مثلا لو تنتها 1-0 ولا 1-1 مثلا عايزين ننزل ندعم مين تاني كان هينزل يدعم بقى. يعني حط كريم نيدفيد اللي كان بيطلعه من القايمه. كريم نيدفيد اللي ما كانش بيروح معاه القايمه اصلا نزل ولعب. كان هينزل مين تاني؟ يعني هو فين بقى اللعيبه؟ يعني سيبك. يعني بيرسي تاو خلاص مشي، كهربا خلاص مشي، طاهر مصاب. يعني انت عندك كل اللعيبه مصابه. يعني انت الحمد لله محمد هاني راجع ونزله اخر ربع ساعه، فالحمد لله محمد هاني واحد رجع من الاصابه راح مكانه اربعه ولا خمسه ولا سته. هيجي مين تاني؟ طب هنعمل ايه بقى في الفتره اللي جايه؟
ما هو بالمستوى الشوط الاولاني ده انت هتاخد افريقيا مش هتاخد افريقيا، هتاخد الدوري مش هتاخد الدوري بالمستوى بتاع الشوط الاولاني. الشوط الثاني بقى ده بقلب بيه كوره يا عم كولر. انت جربت امام كذا ماتش ناحيه الشمال، ما هو مش حلو مش مكانه، بس انت جربت كذا ماتش ليه الفتوى؟ طب انا عايز افهم الشوط الاول كنت كان مين اللي بيلعب ناحيه اليمين واللي بيلعب ناحيه الشمال؟ كنت بشوف هجمه حسين يمين وهجمه حسين شمال، كنت بشوف امام هجمه يعني انت كنت سايبهم من الحريه دول كانوا حرين يعني يعمل بقى التبادل بقى مش عارف ايه، ما لقيتها مش نافعه خلاص، لازمتها ايه اصلا من الاول؟ عندك قفشه ما كنتش بادئ بيه ليه؟ يعني في الماتش في الدوري كنت بادئ بيه، جت هنا ما بداتش بيه ليه؟ ماشي كنت سابه والحمد لله ان انت نزلت الشوط الثاني مع ايران، لما اول ما نزل كان في كورتين منه غلط وما كانش لهم اي لازمه، بس في كوره يعني امام بعد الجون الثاني في ثرو عمله لامام ده ملوش، كان هيبقى سوبر هاتريك لامام النهارده. ده كانت الناس مش هتنام كلها، الناس اللي ماسكه امام ما كانتش هتنام النهارده. فالحمد لله على المكسب والحمد لله على الثلاث نقط، وبقينا اول مجموعه. اما تشوف الماتش بقى بتاع اورلاندو هيعملوا فيه ايه، وكده كده الحمد لله احنا ضامنين ب 90% ان احنا خلاص صاعدين. يعني ما كنا الحمد لله ان احنا طلعنا بالثلاث نقط. الحمد لله الماتش الجاي هيبقى عندنا احنا هنا في مصر. انا مش عارف هيقولوا على امام، انا هستناكم تشوفوا هنشوف هتقولوا على امام النهارده. انا بفكر اشوف له اي غلطه اي حاجه في الماتش اي بتنج، هو الشوط كان وحش ده عادي، اللعيبه كلها كانت وحشه، فانت هتمسك له ان هو كان وحش الشوط الاولاني؟ ما اعتقدش، ما اللعيبه كلها كانت وحشه، فانت هتمسك في مين بقى؟ في المدرب، في الاداره، في محمد رمضان وقاعد ماسك السبحه بره؟ ما انت هتشوف اي حاجه بقى تصطدم، ما انتوا بتستنوا بقى بتصطدموا في الميه الاكل اي حاجه اي غلطه للنادي اي بتنجان. والاداره لازم تشوف لا فين بقى ده، يناير هيخلص يا جدعان، احنا في 10 ولا احنا خلاص يعني اسبوع اسبوعين هتلاقي الشهر خلص. لازم حد يجي، انت عايز فيرويد وعايز جناح يمين وعايز جناح شمال وعايز حد مين اللي هيلعب باك شمال بعد كده؟ ما انت كريم الدبيس خلاص انت قتلته بقى خلاص. يعني النهارده يعني انت عايز كريم الدبيس لعبته، كنت خلي امام برضه ناحيه الشمال في بدايه الشوط عشان ما تموتش الواد ده، عشان خلاص ما تبقى انت كده ذبحته خالص وطلعته على اساس ان هو اللي خلاص موت الفرقه وجم منه. كنت خلي حد يسند معاه ناحيه الشمال، يعني كان كوكا هو اللي بيسند معاه، كوكا اللي بتاع نص الملعب، كنت انت قايله انا قريتها بقى ان انت كنت مخلي امام في النص وحسين ناحيه اليمين، فامام كان بيميل كده كده ناحيه الكوره عشان الكوره كانت حادفه يمين، فكنت بتحس ان امام وحسين قريبين من ان هما الاثنين بيلعبوا ناحيه اليمين وكوكا يعني حادفه ناحيه الشمال، فكده كده الكوره ما كانتش بتروح لهم ولا كانوا بيلمسوا الكوره. يلا الكوره باين في كوكا لعب كوره بدماغه بتاعت امام اللي رفعها الاولانيه. شفت عم خالد عبد الفتاح ما بترفع، شفت عم حسين لما بترفع، يعني الجونين التاني يعني الجونين جايبينهم يعني من رفعات من هجمات. شفت الفايده من الباك حلوه خالد عبد الفتاح النهارده، حلوه عشان الرفعه راحت بالمقاس. شفت امام يعني هو مش جايبهم عشان هو ناحيه الشمال، عشان هو اخترق لجوه، عشان ده مكانه اللي هو يبقى في القلب ويخترق لجوه، يعني الجون جايبهم وهو التلات كل اللي جون جايبها وهو جوه وداخل لجوه. الف مبروك 3 نقط. هنشوف بقى هنعمل ايه الماتش الجاي في الدوري.